السلام عليكم متتبعي قناة لطيفة أمين شانيل، مرحبا بكم من جديد في إطار الوصفات. عندنا اليوم غندخلوا في الوصفات الرمضانية أو غير رمضانية، يمكن لكم تحتاجوها في أي وقت. غادي نعمل اليوم العسل اللي كتدوم واحد المدة طويلة وما كتنشفش، ما كتبقاش محببة، ما كترجعش شي حبيبات ديال السكر. عندنا هنايا غنحتاجو 2 كيلو ديال السكر، ديال من الاحسن يكون ديال قالب ديال السكر. الا ما كانش متوفر يمكننا نستعملوا السكر العادي سنيده. غنحتاجوا لتر من الماء، ناخذ طنجره تكون خاصه غير بالسلق، ما تكونش خاصه بالطياب، باش لا قدر الله الا تحرقات العسل ولا شي حاجه ما تضررش بزاف. نخليو السكر يشيخ في داك الماء. الا قدرتوا تبيتوه مزيان، ما قدرتوش نشيخوه في ديك الماء 2 ساعات هدا تيذوب باش ما يبقاش محجر معنا صافي. وكنخلطو مزيان. عملت رشيشه ديال القرفه، عندي هنايا دوائر ديال الحامض وديال البرتقال، وكموسه فيها واحد شويه ديال اتاي باش يعطيني داك اللون العسلي اللي كيزين المعسلات ديالنا. صافي دابا غادي نوضع الطنجره ديالي على النار لمده 35 دقيقه وهكذا. ملي فتحت عليها غادي نشوفوا العسل واش بدات كتلتصق معنا، واش ثقلت شويه ولا مازال. هنايا غادي نشوف العسل باقا خفيفه، الحامض ديالنا باقي ما تعسلش مزيان. صافي غادي نرجع الطنجره فوق النار وغادي نخليها مفتوحه. في الاول كنا سدينا عليها مده 35 دقيقه، عاد حلينا عليها. صافي دابا غادي نفتح عليها وغادي نردها فوق النار وغادي نخليها تغلى. هي كتغلى وانا كنراقبه، ما نساوهاش. نتوما كتعرفوا العسل الا نسيتيها راه كتحرق، ولا تحرقات راه ما صعيبه باش تفكها. هنايا كنجرب العسل واش بدات كتعقد ولا لا، باقي خصها شويه. غادي نزيدها. كنوضع كننزل شويه ديال العسل في شي صحن وكندخلها المجمد باش كتبرد معايا دغيا. نتوما كتعرفوا العسل ملي كتكون سخونه راه كتكون سائله، ملي كتبرد تما فيك يعطينا واش عقدات واش مازال. يعني من الاحسن نحشيوها، ندخلو شي صحن ولا هذا نعملوها فيه وندخلوه للثلاجه ونشوفوا. كما كتشوفوا باقا مازال ما كتلصقش مزيان في اليد، مازال ما عقدات. هكا كنستمر كنبقى نجرب. انا هي كتغلى وانا كل مره كنهز واحد شويه كندخلو المجمد هيدا باش يبرد، باش كيعطيني نشوف النتيجه حتى نوصل للنتيجه اللي بغيت. بالنسبه لي انا ما كيعجبنيش العسل يكون ثقيل بزاف، حيت ملي كيكون ثقيل بزاف كيصعب عليك انك تحركه ولا كيجي ثقيل، ما كيتشربش مزيان في الوصفات. عليها ما كنفضل يبقى واحد شويه يكون مرخوف، ما يكونش ثقيل بزاف. هنايا نتوما كتشوفوا رديت الطنجره وخليتها تغلى. كما كتشوفوا معايا اللون ديال العسل تغير اللون، لكن عاوتاني كنكرروا العمليه. نتوما كيف ما كتشوفوا العسل كيفاش عامله، كنكرروا العمليه. كندخلوها للثلاجه نشوفوها. نتوما كتشوفوها كيف كتلتصق. صافي وكنطفيو على من بعد ملي نوصلوا للدرجه اللي حنايا بغينا باش كتلصق مزيان. ما تكونش خفيفه باش تلصق مزيان فوق المعسلات، خصها ضروري تكون ملي تبرد تكون شويه كتلتصق. الصبعين ديالك كتحس بهم ملي كتجي تفكهم كيتفكوا بالضبط. صافي العسل ديالي خليته دفات واحد شويه، غير واحد شويه، وكبيته في قريعه ديال الزاج. نتوما كيبقى لكم الاختيار، من الاحسن يكون عندكم قريعه الزاج اللي غتخزنوا فيهم. انا عندي هذه كنت كنستعمل الزيتون. ملي خوات لي صافي ما بقاش عندي الزيتون، غادي نستعمل العسل باش نحتفظ بها. هانتوما كما كتشوفوا واحد الكميه اللي هي لا باس بها، يعني تعمل منها معسلات مره وجوج وثلاثه على حسب العدد الافراد العائله ديالك. بالنسبه لي كعائله الافراد العائله صغيره ما نحتاجش شي كميه كثيره بزاف. ها نتوما كتشوفوا اللون ما شاء الله كيفاش اللون ديالها. ديك الاتاي اللي ضفتو لها زين، اللي عطى لها واحد اللون اللي هو مزيون بزاف.
صافي دابا العسل ديالي باقا سخونه. كما قلت لكم راه ما غاديش نحكم عليها من دابا. ها هي ملي كتدخلوها للثلاجه، دخلت انا المجمد، ها نتوما كيف ما كتشوفوا جامده، يعني ثقيله يعني يمكن لكم تستعملوها في معسلات كتجي مزيونه بزاف، كتشرب وفي نفس الوقت كتبقى ديك اللمعه ديالها وكتشبر لكم في المعسلات ديالكم. كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم. نتمنى رمضان ان شاء الله يا ربي الحبيب يلقانا بصحه جيده. هذه كفكره زعما بالنسبه اللي بغى يجرب العسل على بكري. نتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وما تنسوناش من الاعجاب والاشتراك بالقناه وتبارطاجيو مع اهلكم وحبابكم باش يوصل الفيديو ديالنا لاكبر فئه من الناس. كما كتشوفوا المشاهده طايحه بزاف. نتمنى نشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله في شي معسلات ان شاء الله، علاش لا، الى حيانا الله، وفرجه ممتعه ومع السلامه.